تعال اقول لك ازاي ممكن نعمل 3D كوين في الافتر افكت بكل سهوله. اول حاجه هنروح نجيب ارت وورك لل 3D كوين، وليكن الكوين دي، ده الارت وورك اللي احنا هنشتغل عليه. اول حاجه ناخد صوره الكوين كده، نروح نكريت نيو كومبوزيشن ولتكن 1080 في 1920، وبعدين ناخد اللاير ده جوه كده نعمله 3D وندوس كنترول كي عشان نفتح الكومبوزيشن سيتنجز. نروح لتالت تابة اللي هي 3D ريندرر، هنخليها سينما 4D، ومؤقتا خلي الكواليتي بتاعته around 20 عشان ما يتقلش الجهاز معي. بعد كده هنروح نفتح السيف تايتل والسيف اكشن. تعالى بقى نروح نكريت نيو شيب، زوم ان، حط الكرسر بتاعك على الكروس اللي في النص ودراج، دوس كنترول وشيفت عشان يعمل بالطريقه دي لحد ما يبقى قد الكوين بتاعنا. تعالى نعمل له هايد ونبيك اللون ده اللي هو في الطرف هنا منه، وبعدين نفتحه تاني ونخليه 3D برضه. تعالى نحطه تحت، بعدين نمسك ده بما ان هو 3D، تعالى نخش جوه في الجيومتري، وبعدين هندخل جوه الجيومتري اوبشنز ونخلي الاكستروجن دبس وليكن 50. تعالى ندوس ار عشان نفتح الروتيشن، نعمل روتيشن في الواي ونهايد ده عشان نتاكد اذا كان الكوين السيكنس بتاعها مظبوط. هنرجعها زيرو تاني، اوكي. انا شايف ان هي رفيعه شويه، فانا ممكن ازود الجيومتري بتاعتها ل 60 مثلا. خلاص، بعدين نفتح ده واعمل له كنترول دي. بعد ما دوبليكيتنا الكوين لاير هنروح نمسك التو كوينز كده ونلينكهم هنا، وبعدين تعالى نروح بقى نلف ده كده. هنلاقي ان هو ظاهر في حته واحده. ليه ظاهر في حته واحده؟ عشان الاتنين فوق بعض. طيب تعالى ناخد واحد منهم البوزيشن بتاعه. احنا عارفين ان احنا كان السيكنس بتاع ده 60 بكسل، فخلينا نحرك ده 60 بكسل. اوكي، هنيجي نبص دلوقتي هنلاقي ان احنا عندنا مشكله ان الافتر افكت مش قادر يهندل البوزيشن بتاع الاثنين. عايزين نعرف فين المشكله. الفكره كلها في ان الفيس ده لو سميناه فيس وده باك، اوكي، فان الفيس والباك ان على نفس البوزيشن بتاع الفيس والباك بتوع الشيب اللي عاملين له 3. فالحل ان احنا نزق ده في الماينس 1، اوكي 1، وتعالى ناخد ده خليه 61، وتعالى نجرب دلوقتي نعمل روتيشن، هنلاقيه بيلف معانا من غير اي مشاكل. وبكده نبقى عملنا 3D كوين بأبسط طريقة ممكنة في أسرع وقت.